مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين سفرة سهير. هنعمل مع بعض النهاردة تورتة نص فاكهة ونص شوكولاتة بتزيين حلو جدا وهيعجبكم. ياريت تكملوا الفيديو معايا لغاية الآخر. ولو انت أول مرة جديدة عندي على القناة هيشرفني كتير الاشتراك بتاعك. ياريت يا جماعة تشجعوني بجد، لأن القناة يعني عندي وقع خالص، ونفسي بجد يعني أكمل معاكم وكل يوم أبدأ أنزل لكم فيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. انا مش حابه ان انا اطول عليكم وقت الفيديو، فانا خبزت الكيك وبعد كده هنجيبه مع بعض على التقطيع والتجليس. انا خبزت 3 صاجات فانيليا و3 صاجات بالشوكولاته. انا خبزتهم الطبقه بتاعتها، سمك الطبقه مش تخينه. لو انت حابه تدخني سمك الطبقه بتاعت الكيك، ممكن تزودي كميه الكيك بتاعك. انا هعملهم 6 طبقات فهيدوني ارتفاع حلو جدا. وممكن اقول معاكم المقادير عشان برضو اللي حابب يعمل بنفس الطريقة دي وطريقة خبز الكيك والتجليس معايا. انا بقطع بقى الاسبونشات بالشكل دوت على نصين كل صاج. بقسمه على 2 بورقة الزبدة بتاعته. وبرضو اللي بالشوكولاتة هعمل معاكم نفس الشكل بالظبط. عقبال ما احنا بنقسم الكيك مع بعض بالشكل دوت، حابة ان انا اقول لكم المقادير عشان انتي لو حابة تخبزي كيك ما يبقاش في اي مشكلة برضو بالنسبة لك. انا عندي 350 جرام دقيق سبونج. عندي 3 بيضات او 4 بيضات لو حجم البيضة صغير. وعندي تلت كوباية مية ومعلقة محسن وفانيليا عشان البيض ومعلقة خل. بحط كل المقادير مع بعض وبشغل العجان او مضرب كهرباء لمدة 10 دقايق لغاية ما القوام يتقل معايا. وبعد كده بكون جايبة صاجين ببطن فيهم ورقة زبدة، وبعد كده ببدأ اقسمهم بالنص. بعد كده هوت بنبدأ نخبزهم وبنسيبهم بقى. لو انتي مستعجلة عليهم عايزة تشتغلي فيهم لغاية ما يبردوا ابدأي اشتغلي فيهم. انا كده قلت معاكم المقادير بتاعة الكيك. هبدأ بقى اجلس التورتة. جبت بقى نص الكيك اللي هو بالشوكولاتة ونص كيك فانيليا. بدأت احطه على قاعدة مقاس 40 في 40، ان التورتة دي هنعملها 40 في 40. تمام. بعد كده هوت لو في كيك اتكسر معاكي بالشكل دوت برضو احنا بنحطه جنب بعضه بالشكل ده وبيبقى معانا زي الفل. كنت مجهزة بقى الشربات اللي بنسقي بيه التورت. حطيت كوباية سكر على كوباية مية غلوا على النار لمدة 5 دقايق. بعد كده سبتهم لغاية ما بردوا وبدأت أحشي بيهم، يعني بدأت أعمل بيهم الكيك بتاع التورتة. بس أهم حاجة يكونوا باردين خالص، يعني يكون الشربات بتاعك برد خالص. كنت بقى مجهزة الكريمة بتاعتي. بدأت أضيف كمية كريمة كده هوت اللي هي بالفانيليا. وبعد كده برضو هكون مجهزة كريم شانتيه بالشوكولاتة ضايفة عليه جناش ومعلقة كاكاو. وبعد كده بدأت برضو أضيف عليه على الكيك بتاع الشوكولاتة. أهم حاجة بنفرد طبقة الكريمة كويس قوي على الكيك عشان تبقى معانا مظبوطة. واهم حاجة قبل ما انتي تجلسي تبدأي تحطي طبقة كريمة تكون خفيفة عشان تمسك معاكي التورتة. لانك لو عاملاها موديها العميل ومالت منك طبعا الكيك بتاعك هيبوظ كله. ايوه، حطينا اول طبقة. بدأت بقى اجيب الطبقة التانية بنفس ورقة الزبدة وبدأت اسويها بالشكل دوت. كان عندي بقى الكيك اللي بالشوكولاتة الحرف بتاعه ناقص شوية، فأنا بدأت يعني أجيب كيك أقسمه وبدأت أحطه في الجوانب بالشكل ده. ببدأ بقى أزق الكيك بتاعنا اللي هو الشوكولاتة. أنا خففته بجناش شوكولاتة وبدأت أزقيه بالجناش. والتاني حطينا زي ما أنا قلت لكم اللي هو الشربات اللي احنا بنزقي بيه على طول الطرف. انتي حابة تزقي كله بالشربات تمام. بدأت بقى أفرد طبقة كريمة تاني اللي هي بالشوكولاتة. لو انتي حابة بقى تضيفي مكسرات أو جناش اللي يعجبك والمتاح موجود عندك. يا ريت تكملوا معايا فيديو لغاية الآخر. اللي وصل معايا لغاية كده في الفيديو يا ريت ما ينساش بقى يحط اللايك بتاعه. وآخر الفيديو هنقول مع بعض أنا طلعت التورتة دي بكام. فيا ريت نكمل مع بعض الفيديو لغاية الآخر. بعد كده بدأت أضيف الكيك بالشكل دوت. بصور الزبدة بتسهل معاكي ان انتي تقدري ترفعي الكيك يعني بدل ما يتكسر معاكي او يبوظ.
هو حتى لو اتكسر حاجة بسيطة بنحطه جنب بعضه وبنحطه بالشكل ده بيبقى زي الفل معانا. لو في اي حاجة ناقصة زي ما انتوا بتشوفوا كده بنبدأ نحط برضو ايه قطع كيك جنب بعضه فبتظبط برضو معانا. بدأت برضو أزقي طبقة الكيك بالشكل دوت. بعد كده بقى هحط الكيكة هثبتها بالشكل دوت وهزقي كل طبقة منهم. انا زقيت طبقة الكيك اللي هو بالشوكولاتة بالجناش، وهنزقي بقى طبقة الكيك اللي هي بالفانيليا بالشربات بتاعنا. بدأت اضيف طبقة كريمة تكون كويسة كده عشان تبقى ظابطة معاكي، واهم حاجة ان يبقى الارتفاع بتاعها قد بعض، يعني عشان لما تيجي في الاخر تقفليها تبقى معاكي مظبوطة. بعد كده بدأت اضيف برضو الكريمة اللي هي بالفانيليا على الكيك بتاع الفانيليا. حابة اقول معاكم طريقة الكريمة عشان لو اي حد حابب يعمل الكريمة. احنا دلوقتي الجو بدأ دلوقتي يبدأ يسقع، فالكريمة بدأت تاخد معاكي مية اكتر من الأول. يعني في الصيف كل كوباية كريمة بتحتاج كوباية مية. دلوقتي ممكن تحطي كوباية ونص مية على كوباية كريمة، على معلقة كريمة بستري، على معلقة كريمة، على لبن بودر. تمام. وبعد كده بنضيف مثلا على كل كوباية زي ما انا قلت لكم كوباية ونص مية، بيتضربوا كويس جدا في عجان او على مضرب. وبعد كده بتحشي بيها بقى التورته. لو انت حابه ان انت تعملي كيك بالشوكولاته ضيفي جناش او نوتيلا او كاكاو الموجود عندك واللي تحبي يعني تحطي الطعام بالكريمه. بعد كده بدأت بقى حطيت الطبقة ديت وحطيت بقى الشربات وبدأت احط اللي هو الجناش. هي الكيكة دي كانت طبقاتها كتيرة عشان أنا كنت عاملة 3 صاجات فانيليا و3 صاجات شوكولاتة، فقسمتهم بقى فادتني طبقات كتيرة معايا وكان الارتفاع بتاعها حلو جدا. انتي لو حابة بقى تعملي مثلا صاج كمية الكيك بتاعه أكتر من كده هتبقى كمية سمك الكيكة عالية. تمام، اللي يعجبك انتي. فردنا بقى طبقة الكريمة بالشكل دوت على اللي هي بالشوكولاتة، وبعد كده هنفرد برضو على الكريمة بتاعت الفانيليا. بفرد كويس قوي بالشكل دوت. بعد بقى ما بنسوي الكريمة بالشكل ده بنبدأ برضو نجيب طبقة تانية وبنحطها. بصوا حلاوة الورقة بتاعت الزبدة، بتقدري تتحكمي في الكيك وتطلعيه بسهولة جدا وانتي بتحطيه على الكيك بالشكل دوت. برضو الطبقة التانية بنضيفها كده هوت على طبقات الكيك، بتبقى حلوة جدا يعني بتبقى كويسة، بتبقى ماسكة روحها اكتر ما انتي تشيليها من ورقة الزبدة هتتهربد منك. بعد ما انا خلصت تجليس بالشكل دوت هبدأ بقى اجيب كيس عادي خالص بتاع سندوتشات او القمع بتاع الكريمة. بعد كده هنبدأ بقى نغلف التورتة كلها بالشكل ده بالكريمة. بسباتولا بقى هنبدأ نسوي الوش بالشكل دوت بعد ما احنا غلفنا الكيك كله بالكريمة. انا حبيت اغلف اللي هو نص الفانيليا الاول لغاية ما انا سويته كويس. بعد كده جبت يعني كيس سندوتشات عادي، وبعد كده بدأت احط فيه الكريمة واغلف النص التاني بالكريمة بتاعت الشوكولاتة. بصوا انا خلصتها بالشكل دوت. هو تقريبا المقطع ده يعني ما خدتش بالي اتحذف، فمعلش بقى هي كده خلاص انا جلستها بالشكل دوت. وكنت محضره الجناش بتاعي وسبته لغايه ما برد. اهم حاجه قبل ما تحطي اي جناش على اي تورته لازم تكوني مجمده التورته بتاعتك او الجاتو بتاعك، لانك لو انت ما جمدتيش التورته او الجاتو اللي انت بتعمليه الجناش بتاعك بيسيل وبيبقى لون الجناش بيبقى شافف كده ما بيبقاش حلو خالص. بعد ما انا سويت الجناش بدأت اعمل الدريبات كده بشكل عشوائي. بس يعني بصوا هتلاقوني في الاخر ما عجبتنيش وغيرت الشكل خالص بتاع الجوانب. احنا هنقطع بقى بعد كده مع بعض الفاكهة. انا كان عندي مانجا وتفاح وكيوي. المانجا ديت اللي اسمها مانجا الوان. انا بصراحة اول مرة اجيبها بس كانت فعلا ممتازة جدا في تقطيع الفاكهة، يعني وانتي بترصيها على التورته كانت جميله جدا. قطعتي المانجا بالشكل دوت على جزئين عشان نزين بيها التورته.
هقطع بقى شرايح المانجا بالشكل دوت. اهم حاجة واحنا بنقطع الشرايح بتاعة المانجا تبقى الشرايح بتاعتنا رفيعة كلها وتبقى قد بعضها عشان تبقى حلوة معاكي وانتي بترصي الفاكهة على التورتة. بعد ما خدت الجزء ده برضو قطعت نفس الجزء التاني بالشكل دوت. هو تقطيع الفاكهة بيبقى حلو جدا، واي تقطيع هتبقى حلوة على التورتة. انا بقالي كتير جدا ما نزلتش معاكم اي تورتة بالفاكهة، فانا حبيت ان انا اصور معاكم التورتة دي. بعد كده جبت كيوي وقشرته، وهنبدأ برضو نقطعه شرايح رفيعة جدا. طبعا لو انت حابة ان انت تزيني اي تورتة مش لازم خالص نفس الفاكهة اللي انا حطاها، اي فاكهة تكون متوفرة معاكي تكون مناسبة للتورتة زيني بيها هتطلع معاكي زي الفل. بصوا انا خدت الجزء ده بتاع الكيوي قطعته كله يعني رفيع جدا. وبعد كده جبت بقى تفاحة اللي هو التفاح الأحمر. هنعمل مع بعض شكل حلو جدا وبسيط في نفس الوقت. أنا باخد أول جزء، يعني انتوا بصوا ايديا يعني السكينة بتاخد أول جزء من على الحرف، والجزء اللي مقابل منه بنرفع شريحة من النص كده هوت، هتبقى خط رفيع هتدي شكل حلو جدا معانا. يعني بصي انتي ممكن تعمليها شرايح هتبقى حلوة جدا معاكي. بصوا ادتني الشكل دوت. يعني انتي ممكن تقطعيها شرايح رفيعة جدا وتعملي بيها اي شكل، شكل وردة، اي شكل يعجبك. خلصت تقطيع الفاكهة. بدأت بقى اجيب كريمة اللي هي الكريمة البيضة العادية. زينت بيها الجزء اللي هنعمل فيه الفاكهة. وبعد كده زينت بقى بالجزء التاني بنفس القمع، بس الشكل دوت اللي هو القمع بتاع البيدي فور. عملت بقى يعني قسمت كده المربع بتاع التزيين. بصوا هو اتفاجئت، يعني انا ما حبيتش يعني احذف المقطع، وحبيت اوريكم ان انتوا ممكن تقعوا في اي غلطة تقدروا ان انتوا تصلحوها. في اليوم ده كان عندي الجو حر، يعني كان ساعتها الجو حر قوي. يعني بدأت الكريمة لقيتها اتفاجئت ان هي بدأت تسيح من على التورتة. فطبعا احنا لازم ما يكون حاجة زي كده نقدر نصلحها وهتطلع معانا التورتة زي الفل. فساعتها رحت شايلة باقي الكريمة اللي هي ما نزلتش على التورتة لان كانت ساحت خالص وبدأت تنزل على التورتة. فانا حابة ان انا اقول لكم لو صادف معاكم اي موقف زي دوت هنقدر نقدر نظبطه يعني مع نفسينا. جبت بقى شوكولاتة مبشورة، وبعد كده رحت عاملة بالشوكولاتة المبشورة الجوانب بتاعة الشوكولاتة خالص. تمام. بعد كده بعد ما انا قسمت التورتة بالشكل دوت وعملت الشكل اللي في النص، بدأت ارص الفاكهة اللي انا قطعتها على التورتة. بدأت بقى اجيب الاول شريحة من المانجا، وبعدين اللي هو الكيوي، وبعد كده حطيت طبقات من التفاح الأحمر. يعني بصوا كل التزيين بتاعها سهل جدا، ممكن أي ست بيت تقدر تعمله. دي بقى شرايح المانجا بصوا بجد جميلة جدا. بعد ما قطعت شرايح المانجا كنت عاملة الشكل ده من التفاح، معلش هو اتحذف مني برضو. وبعد كده كنت جايبة تفاحة اللي هو الأخضر، قطعته برضو شرايح رفيعة جدا زي التفاح الأحمر، وعملت بالشكل دوت. فانتي رصي الفاكهة اللي تعجبك وزيني بأمانة هتطلع التزيين معاكي زي الفل. بصوا خلصت الجزئية دهيت بعد ما انا حطيت التفاح. فكان عندي بقى مانجا قطعتها بالشكل دوت ادي الشكل تحفة للفاكهة. بصوا اي تزيين معاك هيبقى حلو جدا. جبت بقى خلة صغيرة ثبت عليها شرايح التفاح، عملتها على شكل وردة كده صغيرة كانت شكلها حلو جدا. وبكده التزيين بتاع النص بتاع الفاكهة خلص. اهم حاجة بقى يكون عندك اللي هو الجيلو اللي احنا بنلمع بيه الفاكهة عشان تبقى الفاكهة معاكي قاعدة محتفظة باللمعة بتاعتها وشكلها بيبقى حلو جدا. بعد ما نلمع بقى الفاكهة كويس قوي بدأت بقى احط الشوكولاتة زي ما انا قلت لكم على الجوانب. وبعد كده حبيت اعمل الروزيتا بتاعت الوردة دي، هتدي برضو شكل حلو جدا معاكي. انا حابه اقول لكم ان اي حد ممكن يقع في اي حاجه، يعني ممكن تقعي في اي حاجه حتى لو انت كنتي متعلمه بقالك فتره كبيره. فمفيش اي مشكله، ما توقفيش نفسك على اي حاجه.
يعني شُفتوا مجرد ما الكريمة ساحت مني من الجناش، بدأت أضبّط التورتة وحطيت لها جوانب شوكولاتة مبشورة كانت شكلها تحفة. وبعد كده بدأنا نعمل بقى الروزيتات نقفّل بيها الشكل بتاعنا، يعني نعمل لها زي برواز كده من تحت بالكريمة، فأدِّت شكل حلو جدًا معايا في النهاية. بُصّوا هي كده خلصت معايا، كنت بقى مجهّزة ورق ترانسفير، عملت عليه اللي هو الشكل اللي هو زي شكل الشباك، وبدأت أرصه على التورتة كده. بأي تزيين ممكن أنتِ تطلّعي تورتة من تحت إيدِك بجد أحسن من المحلات، وكفاية إن أنتِ عاملاها بإيدِك وبنضافة. بجد أي حاجة أنتِ هتعمليها قد إيه أنتِ هتبقي فرحانة، وبتسعدي كمان أولادِك ما اللي أنتِ بتعملي لهم حاجة حلوة زي كده في البيت. بعد كده جِبت الكريسبات اللي هي الصغيّرة اللي هي البيضا، وكريسبات اللي هي الكبيرة، بدأت بقى أنطّورهم بالشكل دوّة بشكل عشوائي، وبكده يعني بُصّوا خلاص التورتة بتاعتي خلصت، بجد كانت جميلة جدًا، ويا ريت بقى أي حد يعمل حاجة يكتب لي في التعليقات عشان أتشجّع بجد، وبابقى مبسوطة جدًا أمّا حد يقول لي إن عمل حاجة ونفّذها. يا ريت يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه حتى لو كانت معلومة بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. استنوني الفيديو القادم. باي باي.